السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في برنامجكم اللي إن شاء الله هيكون المفضل جدا، وهو برنامج الحكم. طبعا نسبة التيشيرت اللي أنا لابسه يعني من النهارده لابس حكم، المرة الجاية ممكن لابس انتر ميامي. المهم النهارده جايين نتكلم عن موضوع شائك قوي، ودي حاجة اللي تقريبا البشر كلهم مربوطين بسببها، وهي الفلوس. بس مش هنتكلم عن الفلوس بشكل شخصي يعني، لأن ما بحبش اتكلم عن حد في ظهره، ده إفيه وحش قوي ممكن احتمال اشيله في المونتاج. احنا هنتكلم عن البيزنس، وفكرة إن البيزنس ممكن يحرك ناس اتجاه حاجات هم كانوا رافضينها زمان، أو ممكن يكونوا بيدوروا عليها من زمان، محتاجين فعلا الفلوس دي عشان يوصلوا للبيزنس او الحاجه اللي هم بيحلموا بيها دلوقتي. وفي ناس تانية بتتخلى عن مبادئها بشكل كبير جدا لمجرد بس ان الموضوع فيه فلوس اكتر او شهره اكتر، والفلوس تحديدا مربوطه بحاجات كتير قوي حصل خلال الاسبوع اللي فات. خلينا نتكلم فيها شويه واحده واحده. اول حاجه، وده كان حديث الشارع المصري كله، هو فعلا زيزو رايح الاهلي؟ وهل زيزو هيبيع الزمالك عشان الفلوس؟ وهل فعلا زيزو اصلا خاين، ولا الموضوع فعلا مجد شخصي بيدور عليه ونجاح بيدور عليه؟ موضوع زيزو ده فيه اراء كتير قوي، منها اللي قشطه يلا بينا ده هيجي الاهلي وهيعمل امجاد كبيره، وطبعا جزء كبير جدا شايف ان زيزو باع الزمالك عشان خاطر الفلوس وهكذا. وفي ناس تانية بالنسبه لها يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ الراجل بياخد ملايين عشان خاطر يروح يلعب كوره اللي هي في الاصل كاوتش. وطبعا عشان احنا في برنامج الحكم، فالنهارده انا جايب راي رابع ملوش اي علاقه بالكلام ده كله. احنا ليه ما علقناش نفس التعليق ده لما ميسي مشي في برشلونه؟ وليه ما قلناش نفس الكلام ده على كريستيانو لما مشي من مانشستر وراح ريال مدريد؟ المهم اللي انا عايز اقوله ان الموضوع بيبقى ليه حسابات تانية خالص بعيد حتى عن الفلوس. وقبل ما اكمل جمله بس على موضوع زيزو، والله يا جماعه انا مش اهلاوي، انا ممكن اكون محب الاهلي، بس انا مش اهلاوي ومش زملكاوي، انا راجل محايد وبفكر بالمنطق شويه. فخلينا ناخد الموضوع بشكل شخصي وتتخيل نفسك مكان زيزو. نشيل اسم زيزو ونحط اسمك انت مكانه، ونقول يا سيدي ان انت شخص ملتزم جدا في شغلك، وشخص محبوب جدا في الشغل، والشغل حرفيا بيعتمد عليك بجزء كبير جدا، بعيدا ان في حاجه مهمه قوي، ان الشغل ما بيقفش على حد، ومهما كانت قدراتك فانت عادي ممكن استبدالك. ولكن خلينا نقول ان انت في ظروف خلتك واحد من اهم الناس في الشغل، وشخص لا يمكن الاستغناء عنه، وانت بمكانك حاسس ان انت اديت كل اللي عليك في الشغل، والشغل ده بالاداره اللي موجوده فيه مستحيل تطلع لاي خطوه تانية زياده اكتر من اللي هي فيها، وان حتى لو بقيت من اساطير الشغل ده فبرضه مش هيضيف لي كتير. وقصاد ده انت قدامك فرصه كبيره جدا انت تروح تحضر واحده من اهم المناسبات الكرويه اللي هتحصل خلال 25 سنه اللي فاتت. فهنا هيجي لك حد من زمايلك الاناني شويه اللي بيستكتر عليك النعمه اللي جات لك، ويقول لك لا 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 هنا احسن من هناك بكتير، ودلوقتي حتى لو الدنيا صعبه شويه فقدام هتبقى احسن. وهنا خد بالك انا لاغي كل الانتماءات الكرويه، اللي هو انا لو مكان زيزو هعمل ايه. واللي انا متاكد منه ان هلاقي حد دلوقتي في الكومنتات بيقول لي يا اسطى الكوره ما بتمشيش كده، وان الكوره انتماءات اكتر وتاريخ اكتر من فكره كده. عشان لو فعلا هي ماشيه بفلوس اكيد كان صلاح هيروح يلعب في الدوري السعودي، كان هياخد مبالغ كان مستحيل يحلم بيها. عندك حق. فاللي عايز اقوله سريعا ان ده في الاول وفي الاخر راي، ممكن تتفق تختلف معاه، ولكن حتى لو انت اختلفت معاه فده مش هيغير في الحقيقه حاجه، لان بالفعل ده اللي بيحصل في الكوره. مهما كان اللعيب غالي عليك قوي عادي جدا ان هو يمشي تاني يوم عشان جاله عرض احسن كتير جدا من فرق تانية زي مثلا كريستيانو او ميسي. وفي اعتقادي فكره ان ميسي مشى برشلونه خلت فكره ان اي لعيب كبير مهما كانت قيمته ان هو يمشي بقت شيء عادي يعني، خلاص ده ميسي مشى برشلونه. فخلينا بقى نروح نقطه تانية خالص جدا، وانا شايفها دي بقى لذيذه. لو بتتكلم بقى عن الفلوس والمجد الشخصي، فانا جايب لك واحد بيجيب مجده الشخصي مرمى بيه الارض عشان شويه قرشين